أهلا بكم. كشف محضر مسرب من تحقيقات النيابة العامة مع مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تعرضه للضرب أثناء اعتقاله. وحسب ما جاء في المحضر فقد رفض بديع كل التهم الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما طلب شهادة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح. في محضر مسرب منسوب لتحقيق جرى مع مرشد الإخوان المسلمين في مصر، ظهر محمد بديع رافضا لمبدأ التحقيق معه ابتداء بسبب الطريقة التي تم التعامل معه بها. إجراءات التحقيق معي باطلة. كسروا باب الشقة فجر 20 من آب أغسطس. فزعت من نومي وتعرضت للضرب من قبل قوات الشرطة حتى وقع طقم أسناني في قسم أول مدينة نصر. لقد اعتدوا علي بالضرب وسبوا أبي وأمي وعرض أمي. وبعد أن حكيت هذا للسيد وكيل النيابة العامة بنيابة مصر الجديدة، وقبل أن أتأكد من قراءة السيد النائب العام لأقوالي في تلك القضية، صدر قرار بحبسي في كل قضية من القضايا التي كنت أدلي بأقوالي بها قبل أن تنتهي التحقيقات معي. وقد أذاعت القنوات الرسمية ذلك الخبر منذ الساعة 5 عصرا، فيما تم الانتهاء من استجوابي في الساعة 11 مساء، مما يؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر على يد هذا الانقلاب العسكري الدموي. إن السيد النائب العام غير أمين على الدعوة العمومية للشعب المصري. محمد بديع رفض بدوره كل التهم الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنها الإرهاب وانتهاك حقوق المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وقال بديع في معرض رأيه بهذه التهم إن الجماعة تحولت من مجني عليها إلى جانية، وإن التهم كلها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، بل إن المرشد اتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم للجماعة بشكل عام وله بشكل خاص. أتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وضدي شخصيا بدون سند حقيقي أو دليل يقيني على ذلك. كل ما ذكرته تحريات الجهات الأمنية ليس إلا أقوال مرسلة هدفها موالاة الانقلاب العسكري الدموي، وهي متهمة عندي بالضلوع في هذه الجرائم من حرق المؤسسات والكنائس وإلصاقها بالتيار الإسلامي. وعندي عليهم في ذلك الأدلة بحرق كنيسة القديسين بالإسكندرية على يد رجال مباحث أمن الدولة في عهد الوزير السابق للداخلية حبيب العدلي. مرشد جماعة الإخوان المسلمين وبحسب المحضر المسرب طالب بشهادة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار، وذلك بشأن النهج الذي تتهم الجماعة بسلكه. ما تتهم به جماعة الإخوان المسلمين ليس منهجها، ولا يوجد دليل واحد في تاريخنا الطويل عليه، بل أستشهد باللواء العصار حول محاولة النظام البائد الذي يعود الآن بنفس أساليبه للوقيعة بين الجيش والإخوان. كان يجلس على منصة القضاء العسكري لواءات يحكمون علي وعلى إخواني بأحكام وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 15,000 سنة سجن لعدد 30,000 من الإخوان قدموا لمحاكمات عسكرية. وقلت له إننا نتحمل كل هذه الآلام والسجون ظلما وعدوانا وخرجنا نحب جيشنا. وقلت له أيضا بعد عدة شهور: هل غيرنا كلمة واحدة مما قلته لكم بعد الثورة؟ قال: لا، وأنا متمسك بسماع شهادته. هذا وقد أرجئت جلسة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بسبب غياب المتهمين. وقد تلا رئيس المحكمة بيانا من وزارة الداخلية يفيد بعدم إمكانية إحضار المتهمين نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد. وقد استنكر محامي المتهمين عجز الأجهزة الأمنية عن تأمين وصولهم. وأرجأت المحكمة إلى 29 من أكتوبر المقبل جلستها، ويواجه المرشد ونائبه تهمة تحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في 30 من يونيو، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.